في أمسية ينتظر أن تعلن ولادة عهد كروي يفيض بالطموح، يطل منتخبنا الوطني مساء الغد من بوابة جاكرتا في أول ظهور تحت قيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي، حين يواجه المنتخب الأندونيسي وديا في تجربة ودية ضمن معسكره الخارجي استعدادا للاستحقاقات القادمة. مواجهة تتجاوز حدود 90 دقيقة، فهي تمثل أول اختبار عملي لرؤية الجهاز الفني وأول قراءة حقيقية للأفكار التي يسعى السكتيوي إلى غرسها في هوية الأحمر. فالمعسكر الخارجي يبحث عن إجابات أعمق، إجابات تكشف مكامن القوة وتظهر ما يحتاج إلى مزيد من العمل قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا وكأس الخليج. القيمة الحقيقية لاختبار الغد تكمن في هوية المنافس، حيث تأتي مواجهة أندونيسيا لتمنح الأحمر فرصة قياس جاهزيته أمام منافس فرض حضوره بقوة على الساحة الآسيوية. فالمنتخب الأندونيسي لم يعد ذلك الاسم العابر في دفاتر الكرة الآسيوية، بل تحول إلى مشروع تنافسي لافت بعد المستويات المميزة التي قدمها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ووصوله إلى مرحلة الملحق. مباراة الغد هي أول سطر في حكاية نريدها أن تكون مجيدة، مواجهة تكشف الملامح وتمنح الوسط الرياضي الإشارة الأولى. هل نحن أمام فريق قادر على إعادة صياغة كبرياء الأحمر؟ الإجابة يبدأ نبضها مساء الغد.